طبعا عنوان الفيديو أنا جاي اليوم أنا هنا دا أجر سيارة حتى أروح للمطار. طبعا اللعبة خوش لعبة. شو سويت البوكينج يوم 29 مال التيكت. شو أباوع مكتوب هو 29 بس باقي لي 9 ساعات للسفر. هاي شلون؟ واليوم 28. فالظاهر ما أعرف يعني الساعات يحسبوها مال تركيا مال الشرق الأوسط احتمال، ما أعرف ما افتهمت. المهم بس هسه اجيت هنا انا دا اجر سيارة وارجع سيارتي النوب للجراج، والنوب اجي هنا أنا اخذ السيارة. بس الحجز طول علي. شو الظاهر يعني البزنس مالتهم ماشي ما شاء الله، انه ما دا نلقى سيارة اللي اخذها. انا اجرت هاي السيارة وقبل اعطاني هذيك السيارة المسيوشي قلت له بيها ريحة جقاير وانا ما دخن. فهسه انطاني هاي السيارة هايبريد يا كيا يمكن مو؟ فأنا هسه دا اصورها اذا بيها طخة اذا بيها فد شي. So with this okay? I already got that one marked down. Yeah, thank you. Everything else looks pretty normal in terms of wearing. اوكي انا ما راح اشتريها بس شنو على مود نسلمها لهم يقولوا انت طاخة. اوكي مان ثانك يو. هاي السيارة هي كيا من هاي الهايبريد، بس تحسها كلش خفيفة. ما ادري اللي يتعود يصعد سيارة شوية كبيرة ومحصنة وبيها عزل قوي تختلف عن باقي السيارات. سياقتها ما ادري شلون راح اوصل طريق لوس انجلوس، بس اكيد يعني الامور راح تسهل ان شاء الله. واني جاي. وهذا هسه ازدحام على غفلة صار. رأسا السيارات كلها وقفت على الهاي واي، حتى الخريطة انقلبت لون احمر. وان شاء الله ماكو شي، بس انا عندي وقت باقي 4 ساعات للطيران. احتاج تقريبا ساعتين يلا اوصل الي، او ساعة يعني على ازدحام 2.5 ساعات. الله كريم. هاي بعد ما سلمت السيارة احنا بهاي المكان خاص بيهم، عندهم سيارات توصلنا علما للمطار. وخليت الجنط هنا فرايحين هسه للمطار. بس هنا لازم السرعة على مود ننتظر ذولا يفتحون تركيش ايرلاين. صار السرعة كلش طويل. طبعا ما اضم عليكم البارحة طيارتي طلع الموعد غلط على الخطوط التركية، واللي صار عندي انه انشلع قلبي البارحة حيل تعبان. ورجعت يعني اجرت فندق موتيل يبعد عن المطار مسافة قليلة 8 مايل. اللي صار انه المعنويات كلش هبطت عندي من غير البارحة من كنت داري اسلم الجنط انه يحجون بالحوادث اللي صايرة مال الطائرات. هاي الحادثة اللي صارت قبل كم يوم بأوزباكستان يمكن، والنوبة بكوريا الجنوبية البارحة هم صارت حادث مال طائرة. واللي صار انه هم زين عندنا قهوة هنا هماتين، هذا فد شي ايجابي صار عندي. والنوب هسه اليوم الصبح بالاخبار طائرة بكندا الهبوط مالتهم ما ادري شلون صاير ومتفلش الجناح. شنو هالاخبار والين داري اطير. طبعا المنظر هنا يشرح القلب كلش حلو. الموتيل او الفندق هذا اسمه 6. طبعا هنا هم يقصدون بها رقم 6، بس انا مرات شو ما ادري ايش اتخيل انه هم قاصدين الموضوع شنو 6. المنظر كلش حلو. الجو مو بارد حيل يعني جاكيت كلش كافي. وهاي هسه انا منتظر الاوبر راح اخذه اروح للمطار. ويا الله وهذا الاوبر مالتي المفروض اجى هذاك. حلوة هاي تسلا. طبعا هاي تسلا موديل 2013 بس تباعون عليها ما تحس بيها 13. الاوبشنات مالتها كلش حلوة زين. الديزاين مالتها سبورت رياضي. تفاجئني يعني يقول اني من زمان اشتغل بيها اوبر وليفت. كلش حلوة من الداخل ما شاء الله. شوف هذا الاوبشن قديم كلش قديم هذا الاوبشن.
يعني تسلا ثبتت وجودها من الموديلات القديمة، مو هسه ثبتت وجودها. جاي أول واحد هاني ومزمت السرعة أول واحد، ماكو أحد أصلا. هذني هم ساديها من أنا جيت شابك وخليت جنطي أول واحد. قالوا ما راح نسوي تشيك إن أنتل 3 بي إم، يعني بعد لحد الساعة 3 يلا يجون ياخذون الجنط. أنا هسه بمطار لوس أنجلوس. حلو هدوء. أكثر شيء يوترني من الناس على الطيارة، وخاصة يعني هي أنا أسعد دائما بهاي الشركة التركية، أكثر شيء يوترني من يحكون بالتركي بداخل الطيارة، يشلعون قلبنا بحكي التركي، وهسه إذا حكوا إنجليزي كلمتين. وأجيكم جبناها كلها طسات. صعدنا ليس صار ساعة ونص بس طسات. الوجبة مال الأكل كانت طيبة، اكو تغييرات حلوة عندهم يعني عجبتني والله طيبة. هاي وجبة الريوق، كانت بلادها مسحولة روحي من الجوع. الوجبة مالت العشاء اللي أكلتها تكرمون ذبيتها من راسي، لأن ما أعرف كلين أكلت أكو روبيان، وأنا صاير عندي تحسس من الروبيان. مطينا ويا السلطة قطعة مال الروبيان فأكلتها، وحيل تعذبت هاي الساعات اللي فاتت. ما باقي لنا ساعتين، يعني ساعتين للوصول. الوضعية ما ادري شلون. طبعا انا هسه دا اكل كاهي، وهاي اول وجبه الي بداخل بيتنا دا اكل كاهي، بس هم قشمروني جابوا لي كاهي من الفرن، ما ودوني لابو العربانه بالصدريه. لا حجي مال الرسول هذا صدق والله. يا ترى عبالي يكذبون علي جايبين من الرسول مال الصدريه والله. طبعا هذا الجيمر اللي مدخن يعني صدق درجه اولى، من هذا تحس بيه شايط اشياط حبه. هذا اسمه واحد عراق صدق عراق.